السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. التاريخ هو مغرب يوم الجمعة 19/7 من عام 1436 عند الساعة 7:30 بتوقيت مدينة الرياض، والموقع هو بوابة الخزن الاستراتيجي بمدينة الرياض، دورية تابعة لأمن المنشآت يقودها الجندي ماجد عايض الغامدي، وفي دورية اعتيادية لحماية أهم مقدرات هذا الوطن. الجندي ماجد الغامدي مثل غيره من الشباب بعد أن حصل على وظيفة لا شك أنه كان يفكر في الزواج وتكوين عائلة وسماع كلمة بابا، وهو مثل غيره من آلاف الشباب يحلم ويتمنى أن يحقق حلمه في يوم من الأيام، لكن تلك الأحلام تبدت في لحظة واحدة، وفجأة توقفت سيارة بجانب دورية الجندي ماجد عايض الغامدي، ونزل منها عدة أشخاص قاموا بإطلاق نار كثيف على الدورية. استشهد ماجد الغامدي على الفور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه منازل الشهداء. بعدها قام الجناه بفتح باب الدورية وإنزال جثة الجندي وسكب البنزين عليها ثم إحراقها، ثم قاموا بتصوير هذه العملية ثم فروا من المكان. استغرقت هذه العملية عدة دقائق. وصل البلاغ إلى الجهات الأمنية التي استنفرت سريعا لفك هذا اللغز والقبض على مرتكبيه، وفي أقل من 48 ساعة تم فك لغز هذه العملية الغريبة والقبض على كل المشاركين فيها. فكانت المفاجأة. خلونا نحكي لكم القصة من البداية، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك، ولا تنسى أن اللايك الذي تضعه لهذه الحلقة لا يضرك وينفعنا ويجعلها اليوتيوب من ضمن المقترحات. كما يسرني تواصلك على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، على تويتر وعلى السناب وعلى التيك توك. وفي السناب نرد على أسئلتكم واستفساراتكم وناخذ ونعطي معكم في أحاديث كثيرة وأحيانا بعيدة عن السياسة. وكما عودناكم بسم الله نبدأ. عندما نحارب الجماعات والتيارات والأحزاب ودعاتها وشيوخها ومناصريها، فإننا لا ننطلق من طرف فكري أو فاضين ما عندنا شغلة، بل لأن المآسي المرعبة التي أنتجت هؤلاء القتلة هي كانت نتيجة طبيعية لأفكار تلك الجماعات والأحزاب ودعاتها وشيوخها. ولو تتبعت الخط الزمني لتلك الأفكار الموغلة في التوحش لوجدت أنها تطور طبيعي لأفكار تلك الجماعات والأحزاب وشيوخها ومنظريها، ولا بد أن يصل الشاب إلى ذلك الطريق وتلك الجريمة بلا ريب. نشأت جماعة الإخوان المسلمين في الأزمنة الماضية. أنتجت هذه الجماعة عدة جماعات، كان أبرزها التيار السروري الذي أنشأه شاب سوري يدعى محمد سرور، دخل إلى السعودية واستقر بها وكون جماعته الخاصة، وسيكون لنا حديث خاص عنه بإذن الله في مستقبل الأيام. انشق هذا الشاب عن جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تربى على أفكارها وأدبياتها وتشربها ليكون تنظيمه الخاص الذي سمي لاحقا التيار السروري. اكتسح هذا التيار المجتمع السعودي فيما يسمى تيار الصحوة، ولا بد للمنشق أن ينشق. وعلى يد التيار السروري ظهر ما يسمى السلفية الجهادية، التي ليس بينها وبين التيار السروري إلا في تقدير المصلحة وفي إعلان الأفكار أو إسرارها. تبلورت ما تسمى السلفية الجهادية في المنتج الأخير الذي سمي تنظيم القاعدة، والذي يعتبر هو الذراع العسكري للتيار السروري، كما أن حركة حماس هي الذراع العسكري للإخوان المسلمين. أسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي انشق عن إخوان الحجاز، ثم أصبح بعد ذلك تلميذا لما يسمى شيوخ الصحوة أو شيوخ التيار السروري. اجتمعت كل السلفية الجهادية في تنظيم القاعدة، وكالمعتاد لا بد للمنشق أن ينشق، فخرج من هذا الخليط مولود جديد أكثر شراسة هو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وما اصطلح على تسميته تنظيم داعش، والذي هو تطور طبيعي لأفكار الإخوان المسلمين ثم التيار السروري ثم السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة. فكل فكرة عند داعش هي موجودة عند هذه المراحل الأربع، مثل الخلافة وهدم الأسوار وقتال الطواغيت والمرتدين. الفرق بين هذه المراحل الأربعة والمنتج النهائي هو فقط في إعلان الأفكار بصراحة أو إخفائها. وقصة داعش قصة طويلة ليس هذا مجال لسردها. في عام 2013 ظهر للعالم ما يسمى دولة العراق والشام الإسلامية، والتي اصطلح على تسميتها داعش، والتي خطفت الأبصار بسرعة انتشارها الغريب وإمكاناتها الضخمة وماكينتها الإعلامية الهائلة. وعندي قناعة راسخة أقولها في أي مجلس: إذا كانت أغلب الجماعات الجهادية مخترقة من أجهزة استخبارات، فإن تنظيم داعش ليس مخترقا فقط بل أساسا
أساس وجوده وتكوينه هي استخبارات محترفة. ومن هنا بدأت الحكاية. وكعادة التنظيمات والأحزاب أول ما توجه سهامها إلى بلد التوحيد المملكة العربية السعودية، لأن هذه الجماعات لن تكتسب شرعية أو قبول في وجود هذه الدولة علمائها وشبابها لثقلها الكبير في العالم العربي والإسلامي وكلمتها المسموعة. لذلك هذه الجماعات والأحزاب لو كان عندها 10 أسهم فإنها سترمي ما يسمونه الصليبيين بسهم، وسترمي 9 أسهم في وجه السعودية، فالسعودية غصة في حلق كل ضائع. توالت إصدارات داعش ذات الجودة والرسائل غير المباشرة والإخراج الفائق الجودة، غصت تلك الإصدارات بالتحريض وخصوصا على بلاد التوحيد، وفي ظل تقاعس ما يسمى مشاهير الدعاة وخصوصا دعاة التيار السروري الذين كانوا يتسيدون المشهد في السعودية سابقا. ومع الأسف ومع الخطر القادم إلى بلادنا كانوا لا يتقاعسون فقط عن مواجهة هذا الخطر القادم، بل وصلت إلى مهاجمة كل من يحذر من الفتنة في سوريا ومما سيجره علينا اتجاه الشباب لتلك المناطق. وكل واحد منا على ثغرة، اللي يستطيع أن يذهب بنفسه فليذهب، اللي يستطيع أن يأخذ البندقية ويقاتل فلا يستشر أحدا، لا يستشير شيخ ولا أحد. إذا يستطيع يفعل شيئا ليوقف العدوان ويثخن في الأرض ويوقف الهمج المتوحشين بأي وسيلة كانت فلا يبحث عن فتوى، فليبادر. وأذكر أن أحد كبار علمائنا عندما سئل عن الوضع السوري قال إنه فتنة، مع دعوته للسوريين بالنصر والتمكين على عدوهم. لم يكتفي دعاة الأحزاب والجماعات بالتقاعس عن التحذير من هذا الخطر القادم، بل تناولوا هذا الشيخ الفاضل بالشتيمة والسباب وحرضوا طلابهم وسفهاءهم عليه. أمام الدعاية الضخمة لداعش والإصدارات الاحترافية بدأ السعوديون بالتوجه إلى سوريا، وبما أن الشباب الأغرار بدأوا بالاتجاه إلى هناك فانتظر النتائج المرة عندنا هنا. كان من أوائل من اتجه إلى سوريا في تلك الأيام عبد الله المحيسني، ثم لحقه مصلح العلياني. قدم هذين الغرين الجاهلين وخصوصا عبد الله المحيسني دعاية غير مسبوقة لتلك التنظيمات والجماعات. احتفلت تلك التنظيمات والجماعات بهذين الغرين الجاهلين وصدرتهم للمشهد فهم صيد سهل. فصدق هذين الأحمقين الدعاية حولهما بأنهما من شيوخ الجهاد. وفي قصة طويلة لعل الله ييسر الكلام عنها، بدأ الشباب السعودي يتجه إلى سوريا متأثرا بالدعاية التي كانت تقدمها إصدارات تلك الجماعات والدعاية التي كان يقدمها عبد الله المحيسني وصور مشاهد الذبح والقتل والدم المسفوك، لتتم برمجة الشباب في تلك المحاضن وإعادتهم إلى بلادنا مرة أخرى ليكونوا قنابل متفجرة. فإن كانوا انطلقوا إلى سوريا لنصرة أهل السنة فقد تمت إعادة صياغتهم ليعودوا إلى بلاد أهل السنة لقتل أهل السنة. ممن اتجه إلى سوريا في تلك الأيام الشاب عقاب معجب العتيبي. هذا الشاب يحمل الشهادة المتوسطة كما أنه يحمل الفكر الضال منذ بداياته. عمل إماما لأحد المساجد وشارك في مخطط إرهابي يستهدف الشيعة في المدينة، وخطط أيضا للخروج إلى العراق. تم إيقافه في عام 1429، مكث في السجن عدة سنوات ثم أطلق سراحه. وفي عام 1434 خرج إلى سوريا عبر الكويت ثم تركيا، ثم التحق بداعش في سوريا واستقر هناك وتلقى العديد من الدورات التدريبية المكثفة على التفخيخ والتفجير وصناعة الأحزمة الناسفة. لم يكن هذا التدريب المكثف لهذا الشاب ليشارك في الدفاع عن أهل السنة وعن حرائر المسلمين في بلاد الشام ضد العصابات المجرمة، عصابات حزب الله والحشد الشعبي وميليشيا فاطميون، بل تم إعداده وتجهيزه ليعود إلى السعودية وليبدأ في قتل أهل السنة. غادر عقاب معجب سوريا إلى السودان ثم إلى اليمن ثم تسلل منها إلى جيزان، واستقر في خميس مشيط فترة من الزمن، وبعد أن أجرى اتصالاته غادر إلى مدينة ضرما. وفي استراحة في مدينة ضرما بدأ معجب التجهيز لمعامل التفخيخ والتفجير وصناعة الأحزمة الناسفة، كما أنه بدأ في تجميع الانتحاريين وأصبح هو المنسق العملياتي لتنظيم داعش داخل السعودية. كان المناصرون لتنظيم داعش داخل السعودية وبعضهم لهم أقارب ملتحقين بداعش في سوريا كانوا يتواصلون مع التنظيم في سوريا، يبايعون التنظيم ويطالبون الانضمام إلى التنظيم في سوريا، لكن لم يكن لهم وسيط عملياتي داخل السعودية. فتم تدريب وتوجيه عقاب معجب وإرساله إلى السعودية ليقوم بهذا الدور، منها أنه يتلقى المبايعين لتنظيم داعش وتنظيم عمل الخلايا التي يتصل أفرادها بالتنظيم في سوريا يبايعون التنظيم هناك. كان من ضمن من يتواصل بتنظيم داعش في سوريا الشاب
إرهاب عبد الملك البعادي، حيث التحق شقيقه عبد العزيز بالتنظيم في سوريا. ومنذ فترة ألح عبد الملك على شقيقه عبد العزيز في سوريا بتنسيق وصوله لالتحاقه بالتنظيم، لكن التنظيم في سوريا رفض طلب عبد العزيز لاستخدام شقيقه، وأخبره أن العمل سيبدأ في السعودية وعليه الانتظار حتى يلتحق بالخلايا هناك. بعد أن جهز عقاب معجب استراحة ضرما وبدأ بجمع معارفه السابقين ومن يشاركونه نفس التوجه ونفس الفكر وتلقي التوجيهات والتعليمات من التنظيم في سوريا، أخبر عقاب معجب التنظيم في سوريا أنه أصبح جاهزا لاستقبال مبايع التنظيم. عند هذه اللحظة أخبر عبد العزيز في سوريا شقيق عبد الملك الموجود في السعودية بالاتصال بالمنسق العملياتي عقاب معجب وطريقة الاتصال به والكنية التي يحملها. لم يكن عقاب معجب هو الوحيد من ينسق لعمليات داعش في السعودية، بل أعلنت السلطات السعودية عن قائمة من 45 شخصا ثم قائمة من 16 مطلوبا لهم علاقة بالمشاركة والتخطيط للعمليات الإرهابية داخل السعودية. كان تنظيم داعش يعمل على إنشاء الخلايا ثم فصلها عن بعض ولا يعرف بعضها أي شيء عن بعض، حتى إذا سقطت خلية لا تنكشف باقي الخلايا. تواصل عبد الملك البعادي مع المنسق العملياتي عقاب معجب، وقتها كان عمر عبد الملك البعادي تقريبا 20 سنة. طلب عقاب معجب من عبد الملك تكوين خلية لتنفيذ عمليات، وفعلا اجتهد عبد الملك البعادي في تكوين خلية من أقاربه ومعارفه وزملائه وأصدقائه، واستطاع جمع أكثر من 23 غلاما لهذه الخلية، أكبرهم كان عمره تقريبا 19 سنة، ولذلك سميت هذه الخلية باسم خلية الأطفال. وهم ليسوا أطفالا بالمعنى الصحيح، فهم بالغون ومكلفون شرعا، لكن لصغر سن أفراد تلك الخلية سميت بهذا الاسم. أخذ عبد الملك من أفراد الخلية بيعات مصورة وأرسلها لقيادة التنظيم في الخارج. بدأ عبد الملك يؤدلج أفراد الخلية ويشحنهم نفسيا ويدربهم على السلاح ويعطيهم تكليفات مرحلية بناء على توجيهات تأتيه من عقاب معجب، والذي بدوره تأتيه التوجيهات من قيادة تنظيم في سوريا. بعد ذلك بدأ العمل الفعلي لهذه الخلية. قامت الخلية بتحديد 5 منازل لعسكريين من أقارب وإخوان وأبناء عم أعضاء في هذه الخلية لاستهدافهم وقتلهم بحجة أنهم مرتدون، غلمان صغار لا يقيمون الطهارة ولا حتى يعرفون بعض أحكام الصلاة، يخوضون في الدماء بحجة الردة والكفر. في مطلع عام 2015 كان أحد عناصر الخلية محمد عبد الرحمن الطويرش 19 سنة يتنزه مع أهله في البر. انتبه لوجود دورية تابعة لأمن المنشآت بالقرب من الخزن الاستراتيجي جنوب مدينة الرياض وفي مكان مكشوف، وسهل رصده ومهاجمته. اقترح على أفراد الخلية مهاجمة تلك الدورية وقتل الجندي فيها. وافق أفراد الخلية على الاستهداف، وقبل 3 أيام من تنفيذ هذه العملية اجتمع أفراد الخلية وهم البعادي والطويرش والعصيمي والشنيبر، وجرى التخطيط لهذه العملية وتوزيع الأدوار. وكما بيّنت التحقيقات نشب خلاف بين أفراد هذه الخلية على من سيقوم بالتصوير، لأن التصوير حرام. وبعد جدال وتردد في تجنب وزر التصوير المحرم حسمت هذه المهمة، واختير أحد عناصر الخلية التي أوكلت له مهمة التصوير وتقبلها على مضض. وكانت الخطة على النحو التالي: عبد الملك البعادي ومحمد العصيمي لإطلاق النار، والطويرش لقيادة المركبة ثم إحراق الجثة، ومحمد الخميس للمسح الميداني، والشنيبر للتصوير والتوثيق. وفي يوم التنفيذ عصر يوم الجمعة، وفي الساعة التي لا يوافقها عبد مؤمن يذكر الله تعالى ويطلبه إلا استجاب الله له، كانت هذه الخلية مقدمة على أمر عظيم. اجتمع أفراد الخلية في منزل محمد العصيمي وراجعوا الخطة المراجعة النهائية، ثم انتقلوا إلى الموقع المستهدف ورصدوا وجود الدورية في مكانها. وقبل صلاة المغرب توقفوا عند إحدى المحطات وقاموا بتعبئة وقود السيارة، وقاموا أيضا بتعبئة جالون بالبنزين من أجل عملية الحرق، ثم تزودوا ببعض الطعام تحسبا للظروف، ثم انطلقوا لمهمتهم. وصل أفراد الخلية إلى الموقع المستهدف في الظلام ورصدوا دورية أمن المنشآت ومسحوا المكان، ثم هاجموا الدورية وأفرغوا في جسد الشهيد ماجد الغامدي 10 رصاصات، ثم قاموا بإحراق الدورية وإحراق الجثة، وقاموا بتصوير العملية ثم فروا هاربين. استنفرت أجهزة الأمن للكشف عن الجناه. أثبتت التحقيقات لاحقا أن بعض المشاركين في هذه العملية الإجرامية البشعة حضروا بعد العشاء في نفس اليوم زفافا لأحد أقاربهم، وشاركوا أهل الزواج فرحتهم وكأن شيئا لم يكن، وكأنهم لم يرتكبوا أعظم ذنب بعد الشرك. وفي أقل من 48 ساعة كان كل أفراد الخلية الإجرامية قد وقعوا في قبضة رجال الأمن، وانكشف وأحبط كل المخطط الإجرامي لقتل أقاربهم، لينكشف واحدا من أخس وأحط
الجرائم. لكن السؤال: كيف توحش هؤلاء الغلمان بهذه الصورة المرعبة وهم لم يغادروا البلد بتاتا ولم يسافروا إلى مناطق صراع حتى يتعودوا على مشاهد القتل والذبح؟ كيف وصلوا إلى هذه المرحلة المرعبة من التعطش للدماء والقتل لمجرد القتل بلا هدف ولا غاية؟ وأجزم أن هؤلاء الغلمان لم يقرأوا كتابا ولم يتتلمذوا على منظر، بل تمت أدلجتهم ووصلوا إلى هذه المرحلة المرعبة من الإجرام عبر إصدارات داعش التي كانت على درجة عالية من الاحترافية والرسائل المبطنة وإثارة العواطف بشكل مرعب وغير مسبوق. إصدارات أجزم أن من شارك في إعدادها خبراء اجتماع وأطباء نفسيون. يصعب على مجموعة من الخوارج الحمقى إنتاج مثل هذه الأعمال المتقنة. إن داعش لغز سينكشف أسراره في مستقبل الأيام. هذا يبين لنا لماذا ينحاز الناس في آخر الزمان إلى المسيح الدجال ويصدقون أنه هو الله عز وجل رغم بيان علامات كذبه وتشويه خلقته، إلا أن الدعاية الضخمة تقلب الحق باطلا والباطل حقا. لم تنتهي القصة حتى الآن. من استراحة ضرماء جهز عقاب معجب الغلام الآخر الانتحاري يوسف السليمان اللي كان عمره 21 سنة، وعلمه طريقة لبس الحزام الناسف وطريقة التنفيذ، كما جهزه نفسيا وقام بتصوير عمليته الانتحارية ليقوم هذا الغلام بتنفيذ جريمة بشعة قوات الطوارئ في عسير ليقتل عباد الله وهم يصلون صلاة الظهر. هذا الانتحاري كان نتاجا لاعتصامات وتجمعات الجماعات والأحزاب ممن أشرف عليها الرموز السرورية والإخوانية، فكانت تلك الجماعات المجرمة تنتقي من هذه التجمعات والاعتصامات الشباب الغض الطري ثم يعاد أدلجته ليصبح وحشا كاسرا متعطشا للدماء. لم يبقى باب شر إلا ولج منه عقاب معجب، فقد شارك مع غلام آخر اسمه ياسر الحودي وكان عمره 21 سنة في قتل العميد كتاب ماجد الحمادي العتيبي رحمه الله تعالى وتقبل في الشهداء بإطلاق النار عليه أثناء توجهه إلى مقر عمله. كما شارك عقاب معجب في حوادث إطلاق النار على المساجد وعلى حسينيات الشيعة. أخيرا داهمت قوات الأمن استراحة ضرماء، لكن عقاب فر منها بعد أن تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن وتوجه إلى دومة الجندل عند رفيقه الآخر سويل مرويلي والمدرج في قائمة 45 مطلوبا. مكث عقاب معجب عند سويل مرويلي تقريبا 4 أشهر ثم اختفى بعدها. داهمت القوات الأمنية مقر سويل مرويلي الذي كان يعتبر أحد القياديين في تلك الخلايا، وكان يوصف بأنه والي داعش في السعودية، وكان يقف سويل مرويلي خلف كثير من الجرائم التي قامت بها داعش. عندما داهمت قوات الأمن منزل سويل مرويلي وقبضت عليه لم تنتبه لوجود امرأة داخل المنزل. باغتت تلك المرأة قوات الأمن بسلاحها الرشاش. تعاملت قوات الأمن مع تلك المرأة بما يقتضيه الموقف مما أدى إلى إصابتها ثم وفاتها لاحقا. اتضح أن القتيلة تسمى بنان عيسى هلال وهي متغيبة عن ذويها منذ أكثر من عام، واتضح من واقع السجل المدني لها أنها متزوجة من أحد الموجودين في مناطق الصراع خارج المملكة. المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أوضح أن المطلوب سويل مرويلي بعد القبض عليه زعم أنه تزوج من القتيلة بنان عيسى هلال لبضعة أشهر اكتفاء بشهادة من قام بإيوائهما. في يوم 22/7 من عام 1437 وردت معلومات أمنية مهمة عن وجود أشخاص يستقلون سيارتين في منطقة صحراوية وجبلية وعرة. رصدت قوات الأمن السيارتين، وعند الاقتراب منهما ومحاولة إيقافهما بادر من كان بالسيارتين بإطلاق النار على قوات الأمن. اتضح أن إحدى السيارتين تحمل مواد متفجرة وأن إحدى الخلايا كانت في صدد القيام بعمل إرهابي وشيك. ردت قوات الأمن على مصادر النيران. ترجل رجلين من السيارتين ولجوا إلى منطقة جبلية للتحصن، وبعد إطلاق نار كثيف مع قوات الأمن أدى هذا إلى مقتل الشخصين، حيث تبين أن أحد القتيلين هو الغلام ياسر الحودي الذي شارك في قتل العميد كتاب الحمادي العتيبي. أما الآخر فهو عبد العزيز البكري الشهري عمره تقريبا 35 سنة، وهذا أيضا كان موقوفا على ذمة قضايا أمنية وخرج منها بعد قضاء محكوميته. لكن لاحظت أجهزة الأمن وجود أثر لشخص ثالث فر من المكان. كثفت أجهزة الأمن البحث عن المطلوب الثالث في منطقة برية وعرة تقارب 40 كيلو، وبتكثيف عمليات المسح والتمشيط الأرضي والجوي التي استمرت لأكثر من 36 ساعة. تم تحديد موقع المطلوب الهارب ومحاصرته وإرغامه على الاستسلام دون تمكينه من أي فرصة للمقاومة أو حتى استخدام حزامه الناسف والذي كان يرتديه، وتم اعتقاله وضبط ما بحوزته من الأسلحة. ليتبين أن هذا المطلوب هو المجرم عقاب معجب الذي لم يستخدم حزامه الناسف أثناء محاصرته. فهل تعطل حزامه الناسف أم أنه خاف من الموت الذي كان يسوق أبناء المسلمين إليه؟ قصة مؤلمة ومرعبة
حتى نسوقها إليكم، حتى نذكرهم بأن أبناءنا لا يزالون في خطر من هذه الأفكار، ولا يزال يوجد من بيننا من يشحن القلوب ويوغر الصدور ويبحث عن أي فريسة ليستخدمها. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.